بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حضرتك يا باشمهندسين الحمد لله ما عملنا الموديلنج لكل الأنظمة الخاصة بالميكانيكال والإلكتريكال. عايزين مع بعض نخش على مرحلة مهمة ألا وهي مرحلة زي ما احنا بنسميها الكوردينيشن أو بنسميها مرحلة الكلاش ديتكشن. يعني ايه بقى؟ يعني انا عايز اشوف الحاجات اللي انا عملتها دي هل فيها مشكله، في حاجه داخله في حاجه. لما اجي انفذ الكلام ده هل هلاقي مثلا بايب او ماسوره صرف داخله مع ضغط او داخله في حاجه معينه. اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللي اسمه الكلاش ديتكشن او ال 3 دي كوردينيشن. بيجي لك ملف شبه ده كده يا باشمهندسين، بنعمل عندنا حاجتين لو انا شغال في الريفت ولو انا شغال في النيفس وركس، لان احنا ان شاء الله لسه هنعمل برضو الكوردينيشن عن نيفس وركس وهنفهم كل الكلام اللي موجود عندي هنا ده. بيبقى عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ ان احنا بنعمل اول حاجه الديسيبلين والاليمنت. بكتب الديسيبلين اللي انا عايزه، المعماري، انشائي، الاتشباك، كل الكلام ده كله هو موجود عندي. وهنا نفس الكلام، نفس الحاجه اللي هنا بكتبها هنا بالحرف الواحد. والاليمنت اللي انا المفروض اتشيك عليها حاليا. بس انا هخفي المعماري والانشائي لان انا ايه مش عايزهم حاليا دلوقتي، فانا ايه هخفيهم بس كده عشان ايه انا بس بفهمك الفكره المفروض بتشيك ايه كل ده. بس حاليا انا بس محتاج الميكانيكا، ونفس الكلام من هنا المعماري او الكنترول زد. انا اسف، المعماري احنا لسه هنتشيك عليه، خليهم زي ما هم لان كده كده لسه هتشيك برضو مع المعماري. فهو ده المفروض الكومبوننت اللي انا هتشيك عليه. طب هتشيك ازاي؟ تعالوا اول حاجه نجرب اعمل الكلام ده على الريفت ازاي. بروح على قائمه كولابريت من هنا كده، كولابريت في عندي حاجه اسمها انترفيرنس تشيك. ده كده بيساعدني في البدايه ان انا اقدر اعمل الشغل بتاعي. بقول له حاجه اسمها ران انترفيرنس تشيك. بيبدا يسالني انت عايز تعمل ايه. طبعا لو حضرتك مثلا عامل فيدريتد موديل او عامل كونسوليديتد موديل اللي هو الموديل اللي فيه كل الديسيبلين اللي هو معماري، انشائي، ميكانيكال، الكلام ده كله، كنت هتلاقي كل التخصصات موجوده عندك هنا. فانا هنا حاليا اول حاجه بعمل ايه؟ انا هقارن الكرنت بروجكت بتاعي اللي هو الام اي بي، هقارنه مع الاعمال الام اي بي. بعد كده هرجع الام اي بي مع المعماري وهكذا. ونفس الكلام من ام اي بي مع الانشاء، الام اي بي مع كذا وماشي. وبعد كده ارجع اغير من الام اي بي اخلي المعماري مع كذا وهكذا يا باشمهندسين. طيب اول حاجه ام اي بي مع الام اي بي، تعالوا نشوف ايه اول حاجه ممكن اعملها في الام اي بي. فبيقول لي حاجه، اول حاجه الاير تيرمينالز، تقدر تقارنها مع هنا كده مع الاير تيرمينالز. والاير تيرمينالز دي برضو تقدر تقارنها مع الدكت والميكانيكال اكويبمنت والبايبس اند فيتنج. خلينا نخش في حاجه مهمه الاول. خلينا مثلا نخش على اعمال الدكت الاول كده، الدكت فيتنج. فانا هاخد الدكت فيتنج دي هعملها مع الاير تيرمينالز. هتعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي من هنا كده يا باشمهندسين اقول له الدكت فيتنج والدكت نفسها والدكت اكسسوارز، كل ما يخص الدكت. هقارنه مع مين؟ اول حاجه زي ما احنا قلنا هقارنه مع اعمال الدكت نفسها، او خلينا نمشي واحده واحده، هقارنه مع الاير تيرمينالز. هاجي هنا الاير تيرمينالز بالشكل ده واقول له اوكي. الراجل بدأ يقول انت عندك في مشاكل، في عندك كلاشات موجودة عند حضرتك، دي كلاشات موجودة عندك بالشكل ده. هتعمل ايه عشان تحل الكلاشات دي؟ اول حاجة بعملها باجي من هنا كده بالشكل ده كده يا باشمهندسين، هقف على المكان اللي فيه مشكلة واقول له حاجة اسمها شو. شايفين؟ هقف بس جوه هنا، خلاص هيبدأ يعمل لي سيلكشن عليه. انا هحاول اعمل سيلكت عليها بالشكل ده اهو. شايفين؟ ممكن اروح جاي مختار من هنا حاجة ايه، السكوب بوكس ده او السيلكشن بوكس، انا اسف، من هنا اهو. ادي المشكله عندي اهو يا باشمهندس، ان انا عندي ادي الدكت عندي عامل كلاش مع الاير تيرمينال. انا محتاج اعدل المنطقه دي. في نقطه مهمه، انا اسف يا باشمهندسين، المفروض اصلا في بعض التبس اللي انا لازم اخد بالي منها وانا شغال. ايه هي دي؟ طبعا يعني مش اساسيات، يعني دي من الخبره حضرتك بتقدر تتعلمها، انما مش قوانين يعني. فبقول لحضرتك ان المفروض الكيبل تري عندي المفروض يكون اباف الويت سيستم ب 15 سم. يعني انت حضرتك المفروض تخلي الكيبل تري ده كله اعلى حاجه، تمام، اعلى من الويت سيستم الموجود عندنا، ويكون اقل ب 15 سم من البوتوم اوف سلاب عشان خاطر اقدر اعمل اعمال الصيانه واقدر اركب الكوندويت والكلام ده كله. فاول حاجه افضل شيء عندك ان انت تخلي الكيبل تري هو اعلى حاجه. البيج اليمنت اللي هو الضغطات والحاجات دي ليها البريوريتي، ان انا اول حاجه عندي ان انا الضغطات يعني. والبايب وور كان بي كوردينيت افتر ذات ويز ليس نمبر. يعني بمعنى اصح بقول لك ايه، الاهم عندك اول حاجه ان انت تعمل اعمال الدكت وورك هي دي البريورتي بالنسبه لك. لو في عندك بايب او اي حاجه عامله كلاش مع الدكت وورك تقدر تحل البايب دي، ان انت تعمل في البايب دي مثلا تعمل فيها ميول، تخليها تطلع تنزل، الكلام ده كله. طيب
بقول لك افضل شيء لو انت الكلاج هتقدر تحله باي موفينج اليمنت، لو انت هتحرك حاجه بس بدون ما تضيف اي فيتنج او تضيف اي حاجه تانية، فده افضل حل. يعني مثلا على سبيل المثال جيت تحل ضغط، قدرت تتحرك الضغط ده زي اللي عندنا هنا دي مثلا اهو، ضغط زي ده مثلا او كيبل تري زي ده، اقدر ايه ضغط انا اسف زي ده اقدر احركه، الموضوع خلاص يبقى كويس جدا ان انا اقدر احرك ايه الضغط بدون ما انا استخدم مثلا فيتنج، بدون ما انا مثلا اعمل حاجه معينه، يبقى ده افضل حاجه. زي ما احنا قلنا البريوريت عندي للدكت وورك، هشوف الراجل ده موجود في انهي ليفل. الراجل ده موجود عند الجراوند ليفل في التوب اليفيجن، فانا هاجي من هنا ميكانيكال، اعمال الميكانيكال، هروح على الدكت وورك او الاتش فاك، ادي الجراوند ليفل بالشكل ده. اقف هنا كده رايت كليك اقول له سيلكت بريفيوس، المفروض دي ده كده الكيبل تري، يعني ده الاير تيرمينال بالشكل ده. طيب هو المفروض ان هو عامل كده يا باشمهندسين، عامل كلاش مع مع الكيبل تري، احنا المفروض احنا عايزينه مع الدكت ورك، مع الدكت ورك. طب خلينا نشوف الاير تيرمينال التانية، هو طبعا ده بالنسبة له ده كلاش مش فاهم ازاي. طيب احنا بس بنفهم الافكار مع بعض يا باشمهندسين بالشكل ده. الضغط مع الاير تيرمينال حاجة زي كده مثلا، انا مش شايف فيه اي كلاش خالص. طيب خلينا نشوف نشيل موضوع عايزين بس نجيب حاجة نقدر نفهم بيها الموضوع الأول. هشيل من هنا كده الكورنت سيلكشن، أنا آسف لأ، مش عايز الكورنت سيلكشن، الكورنت بروجكت. هجيب زي ما أنا قلت لك أعمال نجيب، طيب خلينا نجيب مثلا أعمال الإير تيرمينالز مثلا مع من هنا كده نجيب مثلا الكيبل تري مثلا، يعني الكيبل تري من هنا كده والكيبل تري فيتنج بالشكل ده. تعالى نقول له اوكي. اعتقد الموضوع هنا يبقى مفهوم بالشكل ده. هقول له من هنا شو، اختار من هنا، شايفين اهو ادي الكلاش جابهولي، اختار من هنا سelection بوكس بالشكل ده، ادي الراجل جاب لي الكلاش. دي كده الكلاشات بالظبط، هي عندي دي كده ايه الكلاشات. طيب كل كلاش عندنا يا باشمهندسين او كل حاجه بيكون ليها اي دي، عشان هنفهم دلوقتي موضوع الاي دي دلوقتي، عشان انا لو ما عرفتش اعمل سيلكت على حاجه اقدر اختار الاي دي بس بتاعها. ده موجود في الجراوند ليفل، اروح على الجراوند ليفل من هنا كده، رايت كليك اقول له سيلكت بريفيوس. في الالكتريكال احنا كده هنرجع بقى تاني الالكتريكال اللي الباور، من هنا كده رايت كليك اقول له سيلكت بريفيوس او ارجع تاني اعمل عليه سيلكشن بالشكل ده كده يا باشمهندس. هو ده الكيبل تري اللي عندنا اللي عامل المشكله. هتحل المشكله دي ازاي يا باشمهندس؟ المشكله دي بمنتهى السهوله، هحل ان انا همسك ده وده واقدر احركهم يمين بالشكل ده على قد ما اقدر، يمين بالشكل ده اهو. طبعا لسه هيعمل كلاش مع اللايتنج، برضه هنحاول نشوف لها حل من هنا، وامسك ده كده واحرك شمال بالشكل ده كده، احرك شمال، لا المفروض تتحرك يمين، شيفت اقدر احرك بسرعه بالشكل اللي قدامي ده كده. هرجع على الجراوند فلور بالشكل ده. تعالوا نشوف تاني، نقول له من هنا كده ريفرش نشوف الكلاش. خلاص الكلاش راح عندي، ما بقاش في عندي اي مشكله. خلاص بيقول لك انت كده حليت ادي الكلاش كله بالكامل اهو، ما بقاش في كلاش. حلو، يبقى انا كده ايه حليت اول مشكله. اروح جاي اعمل ايه علامه رايت، او اقول له ايه زي ما انا بكتب مثلا يس اور نو، يعني مثلا ايه من هنا كده احدد الحاجه اللي انا شغال عليها. انا كنت شغال دلوقتي على الكيبل تري مع الاير تيرمينالز، وهكذا ابدا اشوف ايه الكومبوننت اللي بعد كده محتاج اشتغل عليه. وليكن اقول له من هنا كده ران انترفيرنس تشيك. الخطوه اللي بعد كده اخش مثلا على سبيل المثال البايب دي بيبقى فيها مشاكل كتير مع الضغطات. البايب مثلا مع الدكت فيتنج، ادي الدكت والدكت فيتنج والدكت اكسسوارز، اقول له من هنا كده اوكي بالشكل ده. تعالوا نشوف الراجل ده، نقول له من هنا كده شو، اختار من هنا كده شو تاني. البيزمنت عايزينه بس الظروف ال 3 دي افضل، كنسل. هقول له من هنا كده شو. في عندنا هنا ايه مشكله ما بين
بالشكل ده اهو. شايفين يا باشمهندسين؟ هي دي اللي احنا بنتكلم فيه. ادي عندي اعمال الصحي، في عمل كلاش اهو ما بين، احنا كده كده بيتكلم على كل اعمال البايبنج اهو، ما بين الضغط عندي هنا كده، في ضغط عندي فيه مشكلة مع اعمال الصحي بالشكل ده. طبعا الميول عندنا بتاع الصحي خلاص، يعني احنا ثبتنا الميول، فاحنا عايزين نشوف الضغط ده. الضغط ده ممكن بقى اعدل الليفل بتاعه، يعني ده كده الضغط اللي كان خاص بالاكزوستير، في منطقة الاكزوستير مع الجراوند. فهاجي من هنا كده على الميكانيكال، اروح على الاتشفاك في الجراوند سيستم. يبقى انا كده كل المشكله عندي ان انا احدد كل اعمال الجزئيه الموجوده عندي هنا دي كده، اقول له تاب، تاب بالشكل ده اهو. والليفل بتاعها احاول ايه، اشيل بقى الفيتنج، الاير تيرمينالز اشيلها، الاكسسوارز، الفيتنج، الفليكسبل دكت، الدكت بالشكل قدامي ده. برضو نفس الكلام ان احنا عندنا هنا كده في 3 دي، اجي من هنا اقول له شو بالشكل ده. هلاحظ ان هي كلها واخده مناسيب مختلفه. طب انا عايز اظبط الليفل بتاعها شويه، محتاجين ان احنا نوطي الليفل بتاعها شويه بالشكل ده. فاحنا محتاجين ان احنا ايه، نقلل الليفل بتاعها شويه. فانا هروح اقف على اي حاجه من هنا كده، ده كده على منسوب الميدل الفيجن 3 متر و40، يبقى نخليها مثلا وليكن على سبيل مثال 3 متر مثلا. هاجي من هنا تاب، تاب بالشكل ده، فلتر، تشيك نون، انا عايز الضغط بس، اخليها 3 متر الميدل الفيجن 3 متر و10 مثلا بالشكل ده. طيب ده هيعمل برضه، هيرجع يعمل كلاش مع اعمال البايبنج. هرجع تاني كنترول زد، هيعمل كلاش مع اعمال الووتر سبلاي. طيب في الحاله دي ممكن نعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ في الحاله دي ممكن ايه، اجي على المنطقه اللي فيها الكلاش وابدا ايه اعمل في الضغط اللي عندي، يا اما اغير السلوب بتاعت البايبنج ده، يا اما اغير في الضغط، يعني الضغط ده ان انا ايه اعدل فيه. فعلى سبيل المثال تعالوا نجرب لو انا عملت تعديله في الضغط ايه اللي هيتم يعني. بس شايفين هو يعني ضغط زي ده لو نزل شويه خلاص الامور هتظبط يعني شويه بالشكل ده. احنا ممكن ننزله بدل 43 نخليه 23 مثلا او 310، 43 خليه 33 مثلا. يعني بالشكل ده. وامسك ده كده من هنا، تاب تاب، فلتر، تشيك نون، الضغط خليها 33 بالشكل ده. طيب حاسس برضو اللي لسه فيه مشكله، ممكن اروح جاي رايح زي ما قلت لحضراتكم بقى ايه، مضطرين ان احنا نروح على الجراوند ليفل من هنا كده عند المكان اللي فيه مشكله ده كده البايبنج. من هنا الاتش فاك، رايت كليك اقول سيلكت بريفيوس، اختار بس ده، شوف المكان بتاعه اهوت، اروح جاي واخد سيكشن من هنا كده يا باشمهندسين، اخد سيكشن على قد الحاجه اللي انا بشتغل عليها، اقول له رايت كليك جو تو فيو. من هنا كده اصغر شويه، اخلي سكيل 21، فاين، شيدد بالشكل ده، رايت كليك سيلكت بريفيوس. طيب امسك تاني المكان اللي فيه الضغط اهو، ده الضغط اللي عندي مشكله فيه مع البايبنج. فممكن اعمل ايه بقى يا باشمهندسين مع الضغط ده اللي هو فيه مشكله ده، اللي هو الضغط ده؟ ممكن بقى ايه ان انا اظبط الميول بتاعته شويه، اخليه يطلع لفوق. يعني امسك ده كده، اقول له من هنا كده اخرج ده كده شويه لحد هنا، هنا كده، انا اسف كنسل. من هنا لهنا كده، وارجع تاني اقول له كرييت سيميلر. من هنا انزل بيه بسلوب، بالسلوب بالميل، او اطلع بيه لفوق 45 اهو، وامشي بيه شويه قد هنا كده بالشكل ده اهو. ادي دي اعمل لها ديليت، احاول امسك بقى ده اخليه يوصل لحد هنا كده بالشكل ده كده يا باشمهندس. يبقى انا ايه
قدرت اظبط برضو ايه الزونة دي وقدرت احل المشكلة بتاعتها. تعالى نعمل ريفرش كده، هتلاقي حاجات كتير طارت. اقف هنا تاني، قول له شو، هيجيب لك برضو النقطة التانية اللي عندي فيها مشكلة. يعني حاول تظهر لي بقى في 3 دي من هنا كده، اقول له من هنا شو بالشكل ده كده اهو. ده النقطة برضو التانية اللي عندي فيها مشكلة. اشيل السكشن بوكس، اقول له من هنا كده شو، بالشكل ده كده يا باشمهندسين. برضو نفس الكلام، هنا برضو عندنا الضغط ده فيه مشكلة. ادي الضغط ده كده فيه مشكلة هنا في الزونة دي مع اعمال البايبنج. ادي الضغط هنا فيه مشكلة بالشكل ده اهو. شايفين كلهم فيهم مشكلة بسبب الايه، الليفل. فممكن ان الزونة دي نعلي ليها الليفل بتاعها. يعني نمسك دول كده، نمسك دول كده، نعلي المنسوب بتاعهم لاعلى فوق شوية، نعلي المنسوب بتاعهم لفوق شوية، تمام، هيظبط معانا. والبرانش برضو ده نعلي الليفل بتاعه او نعمله بشكل كيرف زي اللي احنا ايه، او بشكل ايه طالع نازل زي اللي احنا ايه عملناه، اللي احنا لسه عاملينه من شويه، اللي هو ايه رحنا جايين معليين في المنسوب بتاعه. في حاجات طبعا بالنظر ظاهره ايه، كلاشات ظاهره ايه برضو. ده عشان انا ما ظبطتش المناسيب. المفروض كنت قبل ما ابدا نكون كلنا متفقين احنا هنبدا في مناسيب عامله ازاي، عشان ايه نتفادى كل كميه المشاكل اللي احنا ايه هنحلها دي مع بعض. ماشي. فزي ما قلت لحضراتكم كده اقدر اعملها بنفس الفكره، ان انا اعمل اعلي المنسوب لفوق شويه زي ده كده، وابدا اعدي الباقي كله عندي بالشكل اللي احنا اتكلمنا فيه يا باشمهندس. من هنا كده عرفنا مع بعض ازاي اقدر اعمل الكلاس ديتكشن. ببدا امشي على كل بقى ايه التخصصات، واقدر اعمل من هنا لهنا واعدل زي ما انا عايز.